انا اكتشفت اللعيب المفضل الجديد بتاعي في ارسنال هو لويس كيلي، مش حد تاني، مش ساكا، مش انا كل دول لعيبه كبار جدا وبحبهم جدا طبعا، بس انا لويس كيلي لا بيكيفني الكوره ومعاه كده. لو راجل خد منه الكوره وهو بيحجز عليك، لو راجل لويس كيلي لما الكوره تيجي في رجله ويديك ظهره خلاص شكرا، مش هتعرف تاخد منه الكوره، مش هتعرف احسن لعيب، مش ما شفتش لعيب بيعرف يحجز كده على اللعيبه ويطلع بالكوره بالدرايف والباور ورجليه طويله كده وقوي وبتاع من ايام مثلا موسى ديمبلي، ما شفتش. الواد ده كنز، الواد ده ثروه قوميه، لويس كيلي ده ربنا يحفظه من الاصابات ومن الاصابات الكبيره. وبمناسبه الاصابات يعني يمكن الحاجه الوحيده اللي وحشه اللي حصلت في ماتش النهارده هو اللعيبه اللي خرجت عشان الاصابه، تيمبر ورايس وساكا، بس انا حاسس يعني شكلهم مش اصابات كبيره، يعني ما حدش فيهم مثلا خارج باصابه في الخلفيه او على نقاله، يعني ساكا ورايس الاثنين اظن رايس يعني اقلهم خطوره، مش عارف بقى تيمبر وساكا ايه النظام، بس ان شاء الله عندي امل. يعني ساكا حتى لما الماتش خلص نزل الملعب عادي وبيمشي وبيسلم على اللعيبه، فواضح انها مش حاجه كبيره، لو كانت حاجه كبيره كان يعني مثلا ايه حط تلج على رجله او دخل جوه يتعالج او كده، نفس الكلام تيمبر. فانا متفائل يا رب ان الثلاثه يبقوا جاهزين للماتش اللي جاي.